صباح الخير بنات، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله بخير. نصبح بهاي النفاخة اللي جبناها النايات من يم الدكتور، كلش فرحانة بيها بحيث تفطر بيها بالبيت. هنا صليت، أهم شي الصلاة طبعا بنات، وبعدها فرشت سنون ناياتي وبديت أسوي ريوق بيض سليق وشاي. حتى بعدها أقوم أكمل شغلي بنات. طبعًا بعد ما صبيت لي شاي وريقت ناياتي وبديت أوكلها وأعلمها شلون تلزم الأكل بإيدها حتى تتقوى عضلاتها، وأنا انطيتها جزرة. الدكتور قال انطيها شوية شوفي لي يعني عضلات فكها. هنا نايات لازم الريموت دا تفتر علي تقول لي شغلي لي التلفزيون. هي طبعًا كلش تحب ماشا والدب وتحب هذولا الخرفان شلون دشيب. هنا أنا لازم الريموت وواقفة. هنا أخير شي ملت ما شغلت التلفزيون جاي تخابر، مشغولة بشركاتنا يا أمن وعيني عدها شركات هواي. في ناس بدها تخابر هنا أيلو كل يسمعونها من تحكي أيلو أيلو. هنا تدوس بالتلفزيون على مود الشغلة اللي بلازم تدوس بيها تجي شغل التلفزيون. شغلت لها ماشا والدوب خليتها تباوع عليها، وطبعًا حتى أروح أكمل شغلي براحتي حتى ما تظل تفتر علي أو توقع أو فد شي أو تجيها مثلًا تشنجات، على الأقل تظل قاعدة على القنفة وتباوع. هنا بديت أنظف القنفة، بديت أول شي أنكتها من التراب وأعزل غرفة الخطار، وبعدها قمت شيلت فراش ناياتي وصفّته بديت أمسح البيت وأعطر القاع. هنا أنا بعد ما عزلت القنفة ونظفت البيت، وهنا المغسلة غسلت مواعين حبيباتي ونظفت السينك. إذا ما يصير يلمع أني ما ترتاح نفسيتي أبد، إذا مو ريحته طيبة قاصر وينمع هو والطباخ بنات ما أرتاح. هذا هو الشكل النهائي المطلوب. هنا بديت أريد أغسل النايات وأبدل لها وأحضر لها دبدوبها اللي تحبه. هنا أخذت الميزان على مود أوزن. بنات شنو قصتي ويا الميزان؟ قصتي ويا الميزان قصة طويلة صراحة. حبيت أسولف لكم إياها شوية، إنه أريد أحكي لكم إنه شلون أني كأم مريت بفترة كلش صعبة بعد ما تمرضت بنتي جتي للدنيا، وشلون تأثرت نفسيتي وتغيرت حياتي بالكامل، بحيث مريت بأيام تعب نفسي، بكي، ضغط، شكلي ووزني كلش اختلف، بحيث حاولت أكون قوية جد قدام الناس رغم إنه أنا بداخلي ألم كلش كبير. هذا الفيديو بنات مو بس قصة، هو شعور حقيقي أنا دا أقول لكم إياه على مود تشوفون إنه الإنسان شقد يمر بظروف صعبة ما يقدر يحكي عنها ويتقرب من رب العالمين ويبكي وينهار. طبعًا بديت أتغير، أسوي رجيم. الخاطر بنتي ما أريد أبقى وزني هيك بال90 ويبدي يصعد من الكآبة والبكي والقهر. بديت شوي شوي أهتم بنفسي وبصحتي، هذا المهم لأن ناياتي تحتاجني. وطبعًا ما تخليت عن الشاي الأخضر، كان كلش مهم بهاي الفترة لأن يساعدني همين إنه يسد شهيتي للأكل، وبنفس الوقت يعني يخليني مرتاحة، ينطيني طاقة حلوة. طبعًا هذا الفيديو بنات أريد أحكي لكن عن التجربة اللي مريت بها أني ويا نايات. طبعًا كانت تجربة كلش مريت بيها كلش يعني هدمتني وبكتني وقهرتني، ومشاعري كانت كلش يعني متخلخلة بنات، لأنه أني أشوفها تشنجات وبتت بالمستشفيات بنات. يعني شقلكم طوال هاي السنين اللي هي بيها مريضة كل مستشفيات بغداد أنا زرتها وأبات بيها، خصوصا هي تكره المستشفى وتكره تبات بيها كلش يعني تتعب نفسيتها، تريد تعودت على البيت، تعودت على المكان اللي هي بيه. طبعا بنات هذا الشيء دا أحكي لكم إياه هو تجربة خلتني أمر بفترات ضعف، بس الأهم شلون أنا قدرت أرجع وأوقف من جديد
وأنا أموت الخاطر بنتي حتى تتعافى وأبدي بداية جديدة وياها، لأنه بنتي تستحق صحتي، وتستحق إنه أني ما أنهار، ما أتدمر، وأعتني بيها ويكون عندي أمل برب العالمين كلش كبير. أنا أموت هي تتشافى وتتعافى بنات، لأنه هي والله العظيم ما تدرون أني حتى بالليل ما أنام. بالليل ما أنام ليش؟ لأن التشنجات تجيها باليوم أقل شي 10 مرات، وبالليل وهي نايمة، بحيث تفز وتصرخ من الخوف من التشنجات. هاي القناة أنا حبيت أوضح لكم شلون تبدي رحلة التعافي يا بنتي شوية شوية، وشلون أعطيكم نصائح حتى تتعاملون ويا أطفال مرض الدماغ. دائما تذكروا إنه أنتوا أمهات قويات وما تستسلمون لخاطر أطفالكم. أحبكم مع ألف سلامة.